السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة تالتة ثانوي، أخباركم إيه؟ أنا عارف إن في ناس كتيرة شايلة حمل نقطة معينة. يا مستر أنا خايف أخش اللجنة وأتوتر، وفي ناس بيقول لي إن هي كانت بيغمى عليها بالرغم إن هي كانت مذاكرة كويس وحلة كتير. طيب أنا أقول لك على الطريقة اللي أنا كنت بعملها قبل ما أخش الامتحانات بشهر واتنين، بحيث إن أنا لما أخش اللجنة كنت أتعود على جو اللجنة، بحيث إن أنا ما أتوترش ولا أي حاجة. فأنا عاوزك تركز في الفيديو ده، بس قبل ما أبدأ الفيديو ده عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك، سبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة تشوفه. بص يا سيدي، مبدئيا كده علشان تقتل فكرة التوتر في اللجنة بتاعتك لازم احاول ان انا اخلق نفسي كأن انا جوه لجنة الفترة دي. انت خلاص راجل فاضل لك شهر، يعني ايه يا مستر احط نفسي جوه اللجنه؟ يعني انت راجل وليكن هتبدا ان انت وليكن تراجع فصل في الفيزياء او فصل في الكيمياء او فصل في الاحياء او جزء في الرياضه. فانا عاوزك بعد ما تخلص الفصل ده تروح تحل، بيبقى كده بعد كل كتاب في امتحانات على الفصل ده بس، فتروح تحل الامتحان ده. ايوه احله عادي كده وخلاص؟ لا، انا عاوزك بقى تعتبر نفسك ان انت جوه اللجنه. ايوه يا مصر انا اجيب التليفون واشغل الوقت بتاعي وابدا احسب نفسي؟ لا، ما تحاولش ان انت تحط نفسك تحت ضغط. انا اشوف ان انا بدات الامتحان ده وليكن الساعه 2 الظهر او 3، اروح اعمل ايه؟ ابدا احل الفصل بتاعي عادي جدا، ابدا احل الامتحان بتاعي ده عادي جدا. وليكن الامتحان ده فيه 40 سؤال، ماشي، هنقول ان هما 40 سؤال مش 60 سؤال زي اخر السنه. فانا اول امتحان هبدا احله مش هحط في دماغي ان انا بحسب وقت لنفسي، لا، هبدا احله كاني بص يعني معايا وقت كبير جدا، اشوف انا نسبه تركيزي ازاي، بس احل بالورقه والقلم وما احلش بعينيا، وكأن السؤال ده فعلا انا هتحاسب عليه في اخر السنه. لكن ما اقولش لا السؤال ده انا عارف اجابته فخلاص. ما دام انت عارف اجابته متاكد منه ماشي، بس خلي بالك لو غلطت فيه انت هتحسب ان ده غلط، وهتبدا تحاسب نفسك انت جايب كام، وليكن من 40 او كام من 60. تبدا تحل الامتحان اول امتحانين من غير ما تحط في دماغك ان انت اصلا بتحسب وقت، وتبدا تشوف انا خلصت الامتحان ده في قد ايه. والله خلصته في ساعتين ماشي، خلصته في 3 ساعات تمام، خلصته في 4 ساعات يبقى انا هنا عندي مشكله. ايه المشكله؟ ان انا لازم انجز شويه. بعد كده ابدا اقيم نفسي، اقول ان كل سؤال وليكن بدرجتين، يبقى كل سؤال بدرجتين هم عندي 60 سؤال، اشوف المجموع بك او ولا 30 سؤال، فخلاص انا دلوقتي الدرجه من 60 جبت 50، مفيش اي مشكله. ما توترش واقول انا جبت درجه وحشه، لا، انت بتقيم نفسك وبتحاول ان انت تخلق جو اللجنه جوه بيتك، مفيش اي مشكله. بعد كده بعد التجربه الاولى والثانيه والثالثه تبدا بقى لما تيجي تحل امتحانات على فصل، ولا فصل في الكيمياء، ولا فصل في الانجليزي، ولا فصل في اي حته، تبدا تبقى عارف ان انت في وقت عمال يتحسب، وتبدا تحسب وتشوف خلصت ال3 ساعات، اشوف هل انا خلصت الامتحان تمام، هل انا خلصت الامتحان وكان عندي وقت ان انا راجع، مفيش مشكله. وتبدا برضو تقيم نفسك وتبدا تشوف انت جايب كام من 60 او كام من 30. وما تزعلش، الدرجات دي مش هتتحاسب عليها ولا هتوديك من كليه لكليه، الدرجات دي هتعرفك ان انت السؤال ده غلط، والحمد لله اللي انا عرفته هو غلط ليه، وعرفت الحل الصح، احسن ما كنت اخش اللجنه في اخر السنه ويجي لي واغلط فيه واشيل الدرجتين بتوعته ويفرق معايا في التنسيق بتاعي. فحاول ان انت تخلق لنفسك جو اللجنه دلوقتي، انت معاك شهر شهر ونص، اخلق لنفسك جو اللجنه دلوقتي. تاني حاجه ما تنساش ان انت تقعد تذكر ربنا كتير، حرفيا هتلاقي ان الخوف ده قل معاك. يبقى من الاخر يا شباب، الحل الكتير تحاول ان انت تخلي نفسك جوه لجنه، تشوف انا لو حليت الامتحان ده هياخد مني قد ايه وجبت فيه كام. الاجواء دي لما تيجي تخش ان شاء الله اللجنه هتلاقي موضوع الخوف قل معاك، وتحس ان انت واخد على الوضع قبل كده. لكن في واحد بيقول لي طب ما انا واخد على اجواء الدروس مع المستر فلان والمستر فلان، لا، كل ده ما يخصنيش في حاجه. انا عاوزك تخلق لنفسك جو اللجنه في بيتك. سلام يا بطل.